ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. واو، او ماي، لا 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 لا، كذا كثير على قلبي. او ماي جاد، يا ذا الجمال يا ذا الجمال. أمانة الله، شوفوا. بصوا الفراخ، بصوا المحشي مستوي يعني، عامل دايب كده زي الزبدة، والصدر الفرخة من جوه كده جوسي وطري قوي. قبل ما ندخل على الطريقة، حطوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة مش هتكبر غير بيكم بمساعدتكم ودعمكم، وعايزة الفيديو ده يوصل ل1000 لايك، مش كتير، 1000 لايك ان شاء الله انتوا بس اللي هتوصلوا ل1000 لايك. يلا ندخل بقى على الطريقة. معايا طماطم بقى في الخلاط او في الكبة. بحطها بقى على النار هادية تغلي، على بال ما اجهز التتبيلة بتاع الفراخ. هحط هنا معايا بصلتين كبار، 5 فصوص توم، 5 فصوص حبهان، 5 ورقة لورا، 10 فصوص من الفلفل الاسود، معايا كزبرة ناشفة وكمون وتوم باودر وبصل باودر وشطة، ومعايا كمان معلقة من بهارات الفراخ. بضرب كل ده في الكبة، بحط جزء منه على الطماطم، بسيب شوية. هقول لكم هنعمل بيهم ايه. بحط كمان معلقتين من الزيت، بسيبها برضو تغلي شويه على نار هاديه لحد لما تتسبك خالص. بحط برضو زودت هنا ملح علشان ما حطيتش في الكبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما تنسوش تدعوا لامواتنا بالرحمه. هنا بقى ده زودت برضو ملح، وزودته كمان بهارات فراخ. وبعصر على الفراخ كده ليمونه كبيره، لان الفرخه ما شاء الله كبيره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بنزل بقى بالخلطه دي اللي احنا عملناها، وانا مفتحه الفرخه، يعني الصدر شقاه كده بالسكينه كام فتحه كده، علشان التتبيله تدخل جواها، وكمان علشان يستوي كويس. وبرده من على الورك من بره، والدبوس برضو عاملاه بالسكينه، عامله فيه فتحه بالسكينه. الطاسه بقى سخنه، احط فيها معلقتين زيت كبار، بنزل فيها الفرخه تتشوح من كل جهه كويس قوي. بشوحها وبديها اللون اللي انا عايزاه. لو الفرخه بتاعتك كبيره يعني هدي النار عليها، يعني ما تخليهاش تاخد، يعني تاخد لون بسرعه، يعني هدي النار عليها بتاع الزيت، يعني عشان تتاكدي ان هي استوت كويس. يعني قصدي بعد ما تتحط جوه الحله، هي لسه يعني هي مش هتستوي بس من التحمير، هي لسه هنحطها في حله وهنكمل سواها. يعني احنا بس بنديها لون الاول من كل جهه. بس برضو حتى عند الرقبه ومن كل جهه اهو، الرقبه بنزلها كده في الزيت علشان تتحمر. برضو الجزء ده اللي هو الابيض ده اللي فيها هرجع احطه على النار تاني لحد لما تاخد لون من كل جهه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. لو وصلت لحد هنا حطوا لايك للفيديو، لو لسه ما حطيتوش لايك، واشتركوا في القناه مش هتكبر غير بيكم وبدعمكم. الاشتراك بيساعدني ان انا انزل فيديوهات اكتر واصور لكم اكتر. بصوا لونها بقى تحفه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. وبحط بقى شرايح طماطم، ممكن شرايح بصل، ممكن كمان العروق بتاع الكرنب بحطه في الحله من تحت. بس انا حطيت الطماطم برضو بتدي طعم رهيب للفراخ وللمحشي. رصيت الحله وهحط فيها بقى العظمه بتاعتنا. بصوا، ورص بقى جنبيها محشي كرنب. انا على بال ما حطيت الفرخه وتبلتها بسيبها لحد لما اجهز خلطه المحشي والفه. بتكون قعدت في التتبيله يعني تقريبا من نص ساعه لساعه الا ربع، يعني على بال ما اكون لفيت المحشي كده. انا كنت هنا بكتفها علشان ما كنتش مكتفاها وانا بحمر. انتوا ممكن تكتفوها قبل التحمير، اسهل يعني بدل ما تحمريها وهي سخنه. بحط بقى المحشي
بحط كمان الرجول بتاعتها بتبقى طعمها خطير، والكبده والحبشتكنات يعني. بس نرص بقى الحله. بسم الله ما شاء الله. دي بقى التتبيله برضو بحطها، اللي كانت واقعه، وده الزيت اللي كان متحمر فيه الفراخ، وبزودها ميه. زودها ميه لحد لما تبان اهو. بصوا من الجناب اخر سطر باين فيه ايه الميه، نبقى غالى شويه. هنا اهو غرفنا واستوى. بصوا بقى، بصوا الفرخه، انا مش عارفه امسكها، هي اهو كل ما امسكها من جنب الاقي اللحمه طلعت في ايدي. بصوا ما شاء الله. شايفاكي اللي محطتيش لايك، حطي لايك. المحشي فظيع. جوزي قال لي ايه المحشي ده، المحشي طعمه رهيب بجد. اول مره ادوق محشي بالطعامه دي، والفراخ برضو طعمها رهيب كانها مشويه، احلى كمان من المشويه. المشويه ساعات الصدر بتاعها بيكون جف شويه، دي الصدر بتاعها جوسي كده وكانها لحمه مسلوقه. حته لحمه اللي هي اللحمه العاديه مش الفراخ، كانها حته لحمه مسلوقه دايبه كده وطريه قوي. ما شاء الله. بصوا ايه ده. واو بجد. اسهل مره عملت محشي يعني. أنا التسبيكه اصلا ما خدتش وقت خالص نهائي، واللف برضو لف المحشي نفسه برضو ما خدش وقت خالص يعني. كله تقريبا من الساعه 3 تقريبا خلصت الساعه 5 لف وسوا، والساعه 5 غرفنا وحطينا الاكل. يعني هما ساعتين بالظبط. تبلت الفرخه وقعدت تقريبا ساعه، او يعني من الساعه 3 تبلتها وركنتها لحد الساعه 4 او 4 الا ربع. بس كمان الرجول دايبه مستويه وطريه ومتحمره. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه. مع السلامه.